السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفة جديدة من مطبخ من النادي. النهاردة هعمل لكم العكاوي بطريقة هتعجبكم جدا وتعجب ولادكم. جربوها بالطريقة دي وعايزاكم تقولوا لي رأيكم. أول حاجة بجيب العكاوي أحطها في حلة على النار وأديها صدمة كده في معلقتين من الزبدة أو السمنة. أديها تشويحة كده على الجنبين زي ما بنعمل اللحمة، بنديها تشويحة كده في الأول، وبعدين أجيب مية مغلية من الكتل وأضيفها على العكاوي أو اللحمة بتاعتي. تمام بالشكل ده. لازم تبقى ميه مغليه علشان ما تقللش معايا السوا. وبعدين بضيف معاها بقى ورق لورا وحبهان، واضيف البهارات بتبقى مثلا فلفل اسود، وبحط البهارات السبعه والملح. بستنى شويه لما تبدا تدخل في السوا، ابدا بقى احطه. انا كده بدات خلاص تستوي معايا، وضفت البصل وضفت الطماطم. ودلوقتي كده حطيت الملح زي ما انتم شايفين. بصوا الشوربه بتاعتها ما شاء الله حلوه جدا، وهي بدات دحيه تدخل في السوا. هسيبها بقى تاخد كام غلوه كده عشان تبقى طريه، وهوريكم بقى هكمل ازاي. بجيب بقى بصل بقطعه كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده، شرايح كده، شرايح او قطع اي حاجه انتوا عايزينها. تمام، اقطعه بالشكل ده. وبعدين اجيب الطماطم برضو اقطعها شرايح كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. طماطمتين مثلا او 3 حسب حجم البرام وحسب الكميه اللي انتوا عاملينها. واجيب فلفل، انا بحب الفلفل الحامي فهقطعه قطع كده صغيره برضو عشان يبقى طعمه حلو، واقطعه كده بالشكل ده. وبعدين اجيب حوالي 5 فصوص من الثوم واقطعهم برضو قطع صغيره كده. وهوريكم دلوقتي انا عندي البرامات صغيره فهوزع الكميه على برامين. فتمام، بحط اول حاجه البصل كده من تحت. تمام، وايه لو لقيت البصله حسيتها كبيره شويه بقطعها كده بالشكل ده، احطها من تحت، واحط الطماطم، واحط الفلفل بقى طبعا عايزينه حراق عايزينه بارد، دي حاجه اختياريه. واوزع فصوص الثوم زي ما انتم شايفين كده. وبعدين بقى احط العكاوي بقى في البرام بالشكل ده، اوزعها كده زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم وهي حتى مسلوقه ريحتها وطعمها بيبقى تحفه. عايزه اقول لكم ريحتها في منتهى الجمال. العكاوي دي ضاني ما بتاخدش سوا وبيبقى طعمها حلو جدا. وبعدين ابدا اضيف معاها بقى زي ما انتم شايفين شويه شوربه كده. تمام، حبه كده مش كتير عشان تساعد في السوا وما تنشفش معايا في الفرن. واحط رشه بهارات بقى من فوق الوش، البهارات اللي هي البهارات السبعه او بهارات لحمه اللي موجوده عندكم، ورشه فلفل اسود. تمام، عايزين تضيفوا شويه رشه ملح من فوق الوش ماشي، مش عايزين الملح بتاعها كويس خلاص مفيش داعي عشان ما تبقاش حادقه. تمام، وبعدين احط معلقه كده صغيره من الصلصه برده فوق الوش، هتديها طعم حلو جدا. كل الحاجات دي بتخلي طعمها في منتهى الجمال. ورشة زيت كده من فوق، او لو في عندنا زبدة قطع ممكن نحط قطعتين فوق الوش كده. وبعدين ندخلها الفرن. انا ولعت الاول الفرن من تحت، وبعدين ولعت الشواية كده شوية. عايزة اقول لكم استوت وطعمها تحفة في منتهى الجمال، جميلة جدا وطرية من جوه ما شاء الله وحلوة قوي. بصوا انا عايزه اوريها لكم كده من جوه، هفتح لكم قطعه. بصوا هي اصلا مستويه جدا لان احنا سلقناها. انتوا ممكن تحطوها في الفرن على طول، بس انا بفضل ان انا اسلقها عشان كمان استفيد من اللحمه بتاعتها. جربوها وقولوا لي رايكم في الوصفه دي. مطبخ من النادي.